بصراحة بقالي فترة عايزة أشوف الغروب جدا، وبما إني بحاول أساعد نفسي على الإنتاجية أكتر وإني ما أضيعش وقت، فأهلا بيكم في أول فيديو يوتيوب ليا على السطح. بالظبط كده هنشوف الغروب سوا وهنتعلم إزاي ممكن نعمل شنطة كيوت زي دي. أي نعم يا جماعة، هي صغيرة جدا وبجد بجد قد النملة، وأنا ذات نفسي مش عارفة أحط جواها إيه، بس حقيقي كيوت قوي، كيوت جدا يعني. بصوا، جميلة كيوت قوي. أنا هعمل منها كتير فعلا، هعمل منها كتير. وبما اني كتبت قصائد شعر في الشنطة كتير فيلا نبتدي. خلونا الأول نبص على الشنطة من زاوية ورا. كل وش في الشنطة مكون من 5 سطور و7 أعمدة، والقاعدة 3 سطور. وده الجزء اللي بيتقلب مكون من 6 سطور، 5 بنفس الطول وسطر واحد بس هو اللي مختلف عنهم. ده شكل الشنطة قبل ما تتقفل. ده الجزء بتاع الجسم وده الجزء بتاع القلاب، وهي عبارة عن مجموعة من الديزي ده ملزوقة مع بعضها بالخيط. فيلا بينا اوريكم ازاي ممكن نعملها. اول حاجة بنحتاجها هي خيط سنارة مقاس 60، قصافة، وطبعا الخرز اللي هنشتغل بيه. بناخد من الخيط اي طول احنا حابينه، بس المهم يكون مريحنا في الشغل. الديزي مكون من 4 خرزات، فاحنا بناخد 4 خرزات، بندخل 3 في طرف من الخيط بالشكل ده، والخرزة الرابعة بندخلها في طرف من الخيط في اتجاه، والطرف بتاع الخيط التاني بندخله عكس الاتجاه بالشكل ده. وبكده يكون معانا اول ديزي. زي ما اتفقنا ان الديزي مكون من 4 خرزات، فاحنا عشان نعمل ديزي تاني فوقيه هنبقى محتاجين خرزة في الخيط اليمين، خرزة في الخيط الشمال، وخرزة فوق عكس عكاز عشان يكونوا 4 خرزات. بناخد 3 خرزات، بنحط خرزة في الخيط الشمال، خرزة في الخيط اليمين، والخرزة التالتة بندخلها عكس عكاز بالشكل ده. وبكده بقى معانا تاني ديزي. زي ما اتفقنا ان الشنطة مكونة من 5 سطور و7 أعمدة. ده شكلها 5 سطور 7 أعمدة. احنا بنشتغلها بالعرض ما بنشتغلهاش بالطول، فاحنا محتاجين نعمل 7 من الديزي. فهنشتغل هنا، هنكمل لحد ما نعمل 6. بعد ما عملنا ال6 سطور اللي هم دول، بنيجي عند السطر السابع، بدل القفلة بتاعتنا ما بتكون من هنا بنخليها من هنا علشان نقدر نحود ونعمل السطر اللي جنبه بالشكل ده. بناخد ال3 خرزات بتوعنا زي ما اتفقنا، وناخد اي طرف من الخيط ندخل فيه خرزتين، والخرزة التالتة بنعملها عكس عكاس مع الطرف التاني. فبكده نبقى عوجنا الشغل في الاتجاه ده. علشان بقى نطلع السطر الجديد في الخيط اللي من تحت ده، بندخل خرزتين، والخرزة التالتة بنعملها عكس عكاس مع اللي فوق. وزي ما اتفقنا ان الديزي بيكون 4 خرزات، بس احنا دلوقتي بقى من الديزي الجديد بقى معانا خرزة زيادة. يعني لو حطينا الشكل كده على ده، ادي ده الديزي اتعمل. الديزي التاني محتاجله خرزتين، خرزة في الخيط ده وخرزة فوق عكس عكاس. بناخد خرزتين، بندخل الطرف ده من الخيط في الخرزة دي بالشكل ده، وفي الطرف التاني بندخل خرزة، والخرزة التانية بنعملها عكس عكاس مع طرف الخيط التاني.
بالشكل ده. وكده اتكون عندنا تاني ديزي. بنفضل بقى نكرر الخطوات دي لحد ما نوصل لاخر واحدة. لو في نص الطريق وانت شغالة حسيتي ان الخيط قل منك قوي وانك مش هتقدري تكملي بيه، بنعمل خطوات كالتالي. بناخد الخرزتين بتوعنا عادي جدا وندخلهم في طرف الخيط اللي بنشتغل فيه، بس مش بنعمل خطوة عكس عكاز، لا احنا بنربط 3 ربطات بس بنشد فيهم جامد قوي عشان الخيط ما يفكش. 2 3. وبعد ما ربطناهم وبقى عندنا العقدة دي، بنيجي في الخرزة دي وندخل طرف الخيط ده ونشد جامد لحد ما العقدة تدخل جوه الخرزة وما تبقاش باينة خالص. نجيب القصافة ونقص بيها زوايد الخيط. ناخد بقى خيط جديد بطول طبعا اكبر عشان نقدر نشتغل بيه، وندخله في الخرزة من هنا، بعدين ندخله في الخرزة دي ونوسطنه كده علشان نقدر نشتغل بيه، ونرجع نكمل شغل عادي جدا ولا كأن اي حاجة حصلت. لما بنوصل للنهاية دي احنا طبعا عاوزين القفلة بتاعتنا تكون هنا مش فوق، فبناخد الخرزتين وبندخلهم في الخيط من هنا بالشكل ده، بنسيب واحدة والخرزة التانية بنعملها عكس عكاس مع الخيط التاني، وبنكمل بنفس الطريقة لحد ما نعمل القطعة المستقيمة الأولى. كده احنا نكون عملنا أول قطعة مستقيمة اللي هي جسم الشنطة. ناقص لنا القطعة اللي هي بتبقى القلاب بتاع الشنطة. بنقفلها بقى كالآتي عن طريق ان احنا بنربط 3 ربطات وبنشد في الربطات طبعا جامد علشان يثبتوا، وبنيجي في الخرزة دي ندخل اي طرف من طروف الخيط بالشكل ده، وطبعا بنشد الخيط لحد ما العقدة تدخل تحت الخرزة، ونجيب القصافة نقص الزيادات. علشان نعمل بقى الجزء بتاع القلاب ده هنسيب اول خرزة من الجنبين ونجيب الخيط وندخله في تاني خرزة ونشتغل زي ما يكون عندنا سطر جديد. هناخد 3 خرزات، هندخل في الطرف اللي تحت ده ال3، واخر واحدة منهم دي بنعملها عكس عكاز بالشكل ده، وبنشتغل عادي وبتبقى نهايتنا الخرزة دي. نيجي عند الخرزة دي وبتكون النهاية اللي بنبتدي بيها السطر التاني، يعني بندخل الخيط بالشكل ده فيها، وبنيجي في طرف الخيط ده ندخل فيه خرزتين، خرزة بنسيبها والخرزة التانية بنعملها عكس عكاز بطرف الخيط التاني بالشكل ده كده، وبنرجع نشتغل السطور بتاعتنا عادي جدا. احنا هنا هنشتغل دي 5 سطور، 1 2 3 4 5. بعد ما خلصنا السطر الخامس هنقفله برضو بنفس الطريقة اللي بنقفل بيها كل سطر. هنربط ال3 عقد بتوعنا ونشد جامد واحنا بنربط عشان الخيط يمسك في بعضه، ونيجي في الخرزة اللي تحت دي ندخل الخيط ونشده جامد لحد ما العقدة تدخل بالشكل ده.
كده يكون ناقص لنا القطعة دي، برضو هنسيب خرزة من هنا وخرزة من هنا ونشتغل الحتة دي. كده نكون خلصنا القطعة بتاعتنا وهنقفلها. ما اتفقنا ان الشنطة الوش القدام بتاعها بيكون 5 سطور، القاعدة 3، الوش التاني 5، ودول 5، واخر واحدة هي اللي بتبقى صغيرة. فبنيجي نعد 5، 1 2 3 4 5، ونتني بالشكل ده، ونعد التلاتة، 1 2 3، ونتني بالشكل ده. فبقت عندنا الشنطة كده. علشان نقفلها بقى بنيجي نقلبها كده، وبندخل خيط في الخرزة دي والخرزة دي، ناخد من الخيط طول مناسب برضو، وبنبدأ ندخله في الخرزة دي والخرزة دي بالشكل ده. فاحنا دلوقتي بقى عندنا من الديزي الجديد بتاعنا خرزتين، ناقص لنا خرزتين. بناخد خرزتين ندخل واحدة في الخيط والتانية نعملها عكس عكاز، ونيجي بعد كده نكمل كأننا شغالين سطر عادي. بندخل الخيط في الخرزة اللي جنبه دي، ناخد الخرزتين ندخل واحدة والتانية بنعملها عكس عكاز مع طرف الخيط لحد ما نوصل للآخر. بنيجي بقى في آخر واحدة بنخلي الخرزة في الجنب علشان ننزل لتحت تاني. بناخد الخرزتين ندخلهم في الخيط ده، بنسيب واحدة والتانية بتبقى عكس عكاز، وبنيجي زي ما بنبتدي أي سطر عادي بناخد ال3 خرزات، ندخل ال3، نسيب الاتنين، وآخر واحدة بتبقى عكس عكاز، وبنستمر لحد نهاية السطر. بنيجي بقى عند آخر واحدة هنا، احنا كده بيكون معانا 3 خرزات من الديزي، فهندخل الخيط هنا وهنا، ودي هنعملها عكس عكاز مع طرف الخيط ده بالشكل ده كده. وبناخد خرزة واحدة بس نعملها عكس عكاز. بنيجي بقى علشان نقفل ده، احنا دلوقتي برضو معانا 3 ديزي، محتاجين واحدة بس عكس عكاز تكون فوق هنا. فهندخل الخيط ده من هنا وهنا، واخر واحدة نعملها عكس عكاز. وبنفضل ماشيين بنفس الرتم، بندخل الخيط ده هنا والخيط ده هنا، ودي نعملها عكس عكاز بخرزة. ندخل خيط من هنا وخيط من هنا، وبنجيب خرزة وبنعملها عكس عكاز، وبنفضل نكمل لحد ما نوصل للآخر. نيجي بقى في آخر واحدة بندخل الخرزة من هنا والخيط نربطه زي ما اتفقنا ال3 ربطات، ونخفيه تحت الخرزة دي. الجزء التاني بقى هنعمله زيه بالظبط، وبكده نكون عملنا الشنطة. علشان نعمل الدراع الطويل ده بنجيب خيط بس طويل شوية، بندخل اي طرف من طروف الخيط هنا بالشكل ده، ناخد طرفين الخيط سوا ونبتدي ندخل فيهم الخرز مع بعض لحد ما نوصل لطول الدراع اللي احنا عاوزينه. بعد ما بنوصل لطول الدراع اللي احنا حابينه بنشد الخيط بالشكل ده، ونيجي في الجنب التاني من الشنطة في نفس الخرزة ندخل الخيط عكس عكاز.
بالشكل ده، وبندخله في الخرزة دي من الطرف ده، وفي نفس الخرزة من الطرف التاني، وبندخل اي طرف منهم في الخرزة اللي في النص دي، بالشكل ده، ونربط ال3 ربطات بتوعنا، واي طرف من طروف الخيط بندخلها هنا ونشد لحد ما العقدة تدخل معانا بالشكل ده. كده نكون خلصنا وعملنا الشنطة بلون تاني مختلف. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وسبسكرايب والحاجات دي كلها، واكتبوا لي في الكومنتات لو حابين تشوفوا اي حاجة جديدة. ويلا بينا نشوف اللحظة اللي احنا مستنيينها من اول الفيديو. بجد يا جماعة انا في قمة سعادتي من المنظر جدا، بجد المنظر شكله تحفة. ثانية واحدة اوريكم. بصوا يا جماعة، بصوا السما بجد جميلة قوي النهاردة، سبحان الله.